السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش بس أنا برد على تعليقين وردوني في الفيديو الماضي اللي هو متعلق بالترحم على غير المسلمين سواء من اليهود والنصارى، والعجيب إن اتلاقيت يعني شاب كاتب لي بيقول لي النبي صلى على واحد نصراني مسيحي اللي هو كان في الأثيوبيا، يعني حتى مش عارف اسمه. فجرأة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الشريعة شديدة جدا. أولا الراجل ده كان اسمه النجاشي واسمه الحقيقي أصحمة، ولما الراجل ده مات أصلا الراجل ده أسلم لكن خشي أن يعلن إسلامه فأسلم سرا وأخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه وقال: صلوا على صاحبكم لقد مات اليوم عبد صالح. فهل النبي صلى على رجل كافر والعياذ بالله أو مشرك؟ رقم اتنين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يهودي أو نصراني على غير ملة إسلام النبي بيقول لك من أهل النار. أدي كلام النبي وأدي كلام سعادتك، ناخد بكلام مين؟ التعليق التاني من حد بيقول لي في فرق بين الترحم وبين الاستغفار، فانا سالته قلت له طب ايه الفرق بين المغفره وبين الاستغفار؟ فتلاقيته بيرد بيقول لي ان الاستغفار اعم. طيب ما هو ده رد عليك مش رد ليك اصلا. ان اذا كرهها عن الحاجه الاكبر الاعم يبقى الاخص من باب اولى. الحاجه الكبيره ربنا الباب اللي هو من فوق الاستغفار اصلا ربنا قال لك ما تجيش جنبه، يبقى ازاي عايز تدخل جوه الباب اللي هو الرحمه؟ ما هو الاستغفار يا اخوانا طلب المغفره. الاستغفار طلب المغفرة، فكيف يعني إذا كانت المغفرة بندعي له بالمغفرة لا تجوز، فكيف تدعو له بالرحمة؟ بعدين رب يقول لك رحمتي وسعت كل شيء. طب ما هو ربنا قال وكان بالمؤمنين رحيما، ما قالش وكان بالناس. وكان بالناس. يا ريت يا اخوانا تبحثوا عن الفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، والفرق بين رحمة الله العامة ورحمة الله الخاصة، والمؤمنين ليهم أي رحمة. شكرا.